مرحبا بك في قناة طور عقلك. لو أنت من الناس اللي عايزين يغيروا حياتهم للأحسن، فأنت دلوقتي في المكان الصح. النهاردة هنتكلم عن واحد من أخطر وأهم الكتب اللي اتكتبت عن النجاح في العالم. كتاب العادات السبع للناس الأكثر فاعلية للمفكر العالمي ستيفن كوفي. الكتاب ده مش مجرد نظريات، ده خلاصة تجارب سنين من البحث عن أسباب نجاح الناس الأغنياء المؤثرين ورواد الأعمال. وإيه اللي بيخلي في شخص حياته ماشية لقدام، وشخص تاني في نفس الظروف واقف مكانه. عارف إيه السر؟ السر في العادات. العادات هي اللي بتحدد إحنا بنعيش إزاي. لما تبدأ يومك بعادة بتنتهي بيها، وأيامك بتتحول لسنين، وفي الآخر شخصيتك ومستقبلك بتبني من العادات اللي أنت بتكررها كل يوم. ستيفن كوفي بيقول: راقب أفعالك لأنها هتصبح عاداتك، وراقب عاداتك لأنها هتحدد مستقبلك. تخيل معايا لو أنت عندك عادة يومية بتعلمك حاجة جديدة، عادة بتطور من نفسك، عادة بتقربك من حلمك. بعد سنة إيه اللي ممكن يحصل؟ إزاي هيكون شكل شخصيتك؟ إزاي هيكون مستوى تفكيرك؟ مستقبلك هيبقى فين؟ وده بالضبط الهدف من الكتاب. إنك تتبنى عادات الأشخاص الناجحين وتمشي على نفس الطريق. النهارده في السلسلة دي أنا هاخدك رحلة سريعة وممتعة جوا الكتابة. كل يوم هنفهم عادة من العادات السبع، هنتكلم عن معناها وازاي نطبقها في حياتنا. ما تنساش، العادات دي مش كلام، دي قرارات صغيرة يومية بتصنع منك شخصيتك، وبتبني بيها مستقبلك. فلو أنت جاهز تبدأ، اكتب في الكومنتات: أنا جاهز أغير حياتي، واشترك في القناة علشان ما تضيعش منك ولا عادة من السبع. استعد علشان بداية من بكرة هنتكلم عن أول عادة وأول خطوة في طريق النجاح الحقيقي. لو أعجبك الفيديو اشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، واستني كل يوم فيديو جديد.